وعلاش هكذا؟ علاش بلادنا هكذا؟ علاش هكذا؟ قالوا لي بنتي انا باني واش يقولوا لهم ربي وكيلهم يا الخطاعين، واش راكم ديروا لنا هكذا؟ الا كنتو جزائريين راكم تحافظوا على البلاد، الا كنتو تاكلوا في ماكلتنا عايشين معانا، انا تخدعوا فينا، تبعتوا لنا وليداتنا، قتلوا لنا رجالتنا، انا راكم دايرين لنا ضحك بين الناس، رانا ضحك بين الناس. من منا لم يعش أو يسمع عن العشريات السوداء في الجزائر سنوات التسعينات؟ ومن منا لم يسمع عن المجازر التي عرفتها الإنسانية آنذاك؟ ولعل أبرزها مجزرة الرمكة التي راح ضحيتها المئات من الشيوخ والأطفال وبعضهم من العزل. في هذا العدد من برنامج بعيون جزائرية نحاول أن نرجع بكم إلى الوراء إلى حال الرمكة اليوم، كيف كانت وكيف أصبحت، شهادات ممن عايشوا الحادثة. مرحبا بكم معنا. صغيرين كان واحد في عام 6 أشهر والطفلة فيها 6 أشهر وهذاك 4 أشهر. الرمكة غليزان من منا لم يسمع عنها؟ منطقة ذاع ستها في كل ربوع الوطن وحتى أرجاء العالم. شيوخ، عجائز، كهول، شباب، أطفال وصبيان، كلهم بدون استثناء ذبحوا ونكل بهم بفلاجر حملتها أيادي فقدت آدمية الإنسان وحتى رأفة الحيوان. بلدية الرمكة من أحد البلديات لولاية غليزان، تقع في المنطقة الشرقية للولاية. كانت فيما مضى تعاني من عيانات من ولاية الإرهاب بفضل صعوبة المسالك وتضاريس الوعرة. كان يقطنها أكثر من 33 دوار نظرا للتدهور الأمني في آنذاك. كلها هجرت، باقي فقط دوارين هم الحسينية وقداد وحروش. الوضع الأمني كان في تلك الفترة صعيب جدا، كون الإرهاب ضرب الدور بهمجية خاصة دوار الخرارب، أدى إلى وفاة المئات. في ليلة الفاتح من رمضان سنة 1998 وقعت المأساة في حق الأبرياء من أهل القرى والمداشر. ولعل أكبر شاهد على ذلك هم سكان المنطقة الذين لا زالوا يتذكرون الليلة السوداء إلى غاية اليوم. الرمكة دائرة تبعد عن عاصمة الولاية غليزان بأكثر من 90 كيلومتر. تتكون من بلدية الرمكة وسوق الحد بكثافة سكانية تقدر ب8174 نسمة. قرى لا زالت تحكي قصصا يصعب تصديق أنها حدثت هنا. وقبل 19 سنة لم يكن أحد يتصور أن تتحول المنطقة التي يعيش فيها البسطاء من الفلاحين وتغلب عليها صور البساطة والفقر بعيدا عن أي نزاعات إلى مصدر للرعب والقتل والتنكيل. وأصبح مجرد التفكير في التواجد بها يخلف رعشة تلقائية تخرج بسماع أسماء هذه القرى: الرمكة، القلعة، حد الشكارة، الخراربة، تجديد، أولاد الطيب، وعين طارق، والسوق الحد، وغيرها من القرى المجاورة. الشيشان أو كابول كان أفضل اسم يطلق آنذاك على ولاية غليزان لما عرفته من دمار وإرهاب همجي الذي عاث في الأرض فسادا وقتل في صفوف الأبرياء من بني الشعب.
الجزائرية اليوم وقفت على كابول الأمس القريب وغليزان الحاضر اليوم، وعرفت من أفواه من عايشوا الحقبة السوداء الأحداث الحقيقية التي عرفتها المنطقة. وأنت داخل إلى دوار الخراربة أين قتل المئات، تشم رائحة الموت في كل مكان، تحس أنها تحيط بك. نقف عند الأطلال تجعلك تسمع بكاء ونواح نساء وأطفال عزل. صغيرين. كان واحد في عام وثلاث أشهر، والطفلة فيها 6 أشهر، وهذاك 4 أشهر. مدرسة جدرانها لا زالت شاهدة على أطفال كان كل حلمهم إتمام دراستهم. لكن أيدي الغدر كانت السباقة إلى كسر آمالهم والقضاء عليهم. الموت فرقهم والمقبرة جمعتهم، وأنا أقترب منهم الخطوات كانت تتثاقل، تحس أنهم يكلمونك ويتساءلون بأي ذنب قتلوا. حتى الحيوانات هنا حزنت لفراق الأهل والخلان، حيث أخبرنا سكان المنطقة أنها اختارت من الغابات مسكنا لها، وأصبحت برية تخاف من أي أحد يقترب منها. وعند اقتراب الوفاة كانت تختار من الخراربة مقبرة لها لتلتحق بأهلها. التقينا ببعض السكان وبالعائلات التي أبت إلى العودة إلى مسقط رأسها، وبالضبط سكان حي 46 مسكن، كلهم من عايشوا المأساة وبصعوبة كبيرة. نقف معهم عند الذكرى التي تركت ملامح قاسية، جعلت ملامح وجوههم تشخ قبل الوقت. أقلهم فقد 10 من أفراد عائلته، وأكثرهم فقد ما فاق 22 فرد من عائلة واحدة. الحاج وين كنت تسكن من قبل؟ في الدوار هذا، ثم بالذات في ليكول دخل. واسمو الدوار هذاك؟ خراربة. ايه، واش كنت دير في ليكول؟ عساس. عساس في المدرسة؟ واه عساس ثما. تقدر تحكي لنا شوية ذاك الوقت واش صار؟ نرجعوك شوية، شافي شوية؟ أنا شايفين حاجة تسرع المعزة، سمعنا الضبيح. هربنا اللي هربونا فت عليه ويجي ذكريات عند العم هنايا. انت كنت قاعد، احكي لي برك كيما يقولوا بالتفاصيل، احكي لي. باش نحكي لاختي، كان نقولوا سمعنا ضبيحه اللي كان هرب. انت كنت في ليكول؟ كنا في ليكول. سمعنا ضبيح هربنا، جيت هنا لعنا ذكريات برك 10:30 9 تاع الليل. 9:30 ميهم كسرت حاجه من هذا. حكينا كان رمضان. كان رمضان الليله الاولى من رمضان. ايه، كانت هذيك الليله 3 الغدوه من ذاك 4. ايه، هنا لكن صارت هذاك المشاكل هكا، سمعنا ضبيح تاع نساء. الدراري منهم رجال يذبح، اللي صغير اللي كبير، نقولوا هاربين مع الطرقار مع الحياه. جينا فتنا له هنا الذكرى ريت العائله تاعك خلتها مرة؟ لا هربوا. انا كي رحت انا لواحد البلاصات معاه، كان خويا قال لي الطفله ودي كان بعيد، هو صار قال لي حوت شتهم متلاوصين مع عمو. كي رجعت انا لقيت ولا يا خويا براسها وحدها، شفت اللي مذبوحه كاع في الطايحه. هذا الليله اما اللي جيت فتها له هي. شفتهم انتم؟ شفتوهم؟ لا ما شفناش، لا الكذب حرام ما شفتهمش، لا ما شفتهمش. شو نقول لك شفتهم ما شفتهمش. كنت تخدم في ذاك ليكول؟ الناس اللي كانوا يقراو فيه، ناس لاباس بيهم، ناس كانوا يقراو، كان اللي مساكين اللي كانوا الاكثريه قلالي الشعب اللي كان مع بسيط، ماشي نقولوا عافيدين قليل، ما كانش ماشي بزاف. هذا ما كان. اما اللي جد ذكريات العمل هنا علمتنا هنايا صاي. ما عاودتش رجعت؟ لا ما رجعتش. الغدوه من ذاك رحنا ملعبنا منا مع عطيه. احكي لي كي رحتوا واش لقيتوا؟ لقينا الناس مسكين مذبحه ذبح موتى صاي بزاف. هذيك هي. كان بزاف العدد؟ العدد بزاف. فوق 100 نساء 80 حيا نساء دراري شياب مع كاع. كاين اللي تعرفهم الحاج؟ انا نعرفهم بلي عمي، انا نعرف الدوار، انا نعرفهم كاع.
لقيتوهم كاع موتى؟ لقيناهم كاع موتى. بصح الصوالح الاخرين ما كاش اللي نقول لك حاشاك او سمحوا لي، ما كاش اللي شوف اللي شاف مات اللي لقى ولا التبليسه، الشعب الاخر هرب صراحه. راح مالهم، راح مساكين مقطعه، راك يعرف هذا الكورونا. راحوا لهم اولادهم، راحوا مساكين القرى هنا تعرف. انت راك لهنا درك الحاج؟ راني هنا. راك ساكن، عطاتك الدوله ما عطاتكش؟ لا عطاتنا تاع 70 عطاونا. عطاتكم، احكي لي اش عطات لكم؟ رحلتوا دوك رحلتوا من الدوار؟ رحلنا وكنا ساكنين هنا، بنونا الدوله بنات لنا بالقرمود كما نقولوا. ومن بعد عطاونا تاع 70 بنينا درك تاع بنينا دار الضاله. هاي هذه هي. عاونتكم شي كاين دار؟ لا عاونتنا عطاونا تاع 70 عاونونا. هذه الحمد لله. وراهم متكفلين بكم. انت قلت لي كنت حارس من قبل دروك. كنت انا في ديك الساعه كنت انا عساس في اليكون هذا. وزدت خدمت هنايا، كنت عساس في البلديه. كون نقول لك المير وقت الخمسه خدمت مع ميلا هذا دقت مع اللي قال لي تسمى اللي معاك راك بلا تريد دروك تبرو ما نجوش. صحيح هذه هي. تسمعك في الشبكه. رانا ما زلنا اخبارنا الشبكه. حياتنا فوق من هذه الدوله. اش نطلبوا غير الخير من دولتنا، اش نطلبوا؟ ما عندنا ما نطلبوا. اللي فيها الخير الله يجيبها البلاد. ما نقولوش بصي في بلادك بلادي. بلادنا بلا هي بلاد. بلادي يا بلادي جلدك مجروح من غير بلادي ما عندي وين نروح. غادي نكونوا يعيطوا لك تحارب؟ والله غير رحت كيما راني نورمال بلادي. انت البلاد كي تروح تسمعي في والدي كنت عيط لكم البلاد تجيو بالسيف. عبوا الام هي البلاد. بلادي هي بلادي بصيرة في المليحة ولا في القبيح ورا. تحس بلي وقفت شوية معكم الدولة ولا؟ لا الحمد لله وقفت معنا، ما نقول وقفت معنا. هذه هي. كاين اللي راحوا من هاجروا كاع من رمكة؟ كاين اللي نقولوا الناس كلها حتى الودري وكلها في الجلد كان اكواد ما راحوش نقولوا في بلاصة كاع. كاين اللي بقاو منكم؟ لا كاين هنا الأكثرية هذه القرية راه هنايا خلطوا معنا واحد الزوج مثل هنايا اللي نقولوا من الدوار ولاد الطيبين معنا. زلها تخدم ما حطيت يدها، زلها تأمن شد الضحكة بسمة في الفم، ضجة بلاد تتسكن. شوف الخير اللي كاين فيك، شد الدنيا بين يديك. كان بالصافي عبد الدقا، انايا بالصافي عبد الدقا من 1960 في 30 اكتوبر. الله يبارك. أيوة. واش تخدم سي بصافي؟ ما نخدم والو والله، من الشومه 500 هذا ما عندي. هذا ما تخدم والله ما يسع. انت من احد اهل، انت منين انت اصلك؟ اصلي الرمكه. منين في ذاك الدوار؟ الخرارب. الخرارب. العجامه كنا. الخرارب. احكي لي كيفاش. نحكي لك انا ما شفت والو قدام ربي، قلت لك شتي يسلف. واللي كاين هذه راني نقول لك فيها. هذا عندك عائلتك؟ احكي لي شكون ما كاش العائله، ما كاش. شكون اللي ماتوا لك لتما؟ ماتوا لي قلت لك 6 خاوتي. وما وعمي وولادو وولادي زوج. ولادك زوج ماتوا تما؟ قلت لك في 84 وواحد 86 ذراري كبار من واحد. كانوا احكي لي كانوا يقراو تما عندهم في ليكم عن جدهم. وانا كي راح نشوف على رجال بلدي ولادي قدام ربي. والله ما ديتهم الاجل تاعهم ماتوا مع جدودهم هنا ذبحوهم. ومن بعد كي سمعت، احكي لي كي سمعت الخبر. كي سمعت انا كنت نخدم في الوزينه عند الرحاميه. كي جيت للدار ما شفت والو، لا صغير لا كبير والله والو، الدار خاويه. في سكانيستهم خاويين. هذه اللي كاينه في راسي. كي صرا لك تما؟ كي صرا لي هذا ما عرفتش روحي كاع وراني ندور مزعر في الحياه. مرض هي نموت كاع نموت. هو بالحراره الواحد كي تبقى براسك كيما هكذا بوحدك تبان لك. بعدت وحدك؟ والله ما وحدي. الخاوه راحوا الاخوات كل شيء. شحال مور الحادثه باش رجعت نتايا؟ في ديك السيمانه جيت ستهم دفنوهم باش؟ لا جيت لا دفنت معاهم. ستهم داروهم في ليكون بصح دفنت معاهم. شفت ولادك؟ وفي ديك الساعه ما على باليش، من بعدهم بواحد العام مرضت. وليت كشغل نتقلق ونزعل، حتى اللي رقيت وليت كمان الحمد لله يا رب. الحمد لله. شفت ولادك حتى كي رحبت؟ لا شفتهم كي ماتوا. شفتهم ميتين مذبوحين. الطريقه احكي لي الطريقه اللي مذبوحين بها عادي؟ بنادم كيموت ما نعرفش. ولادي والله ما عرفتهم تبغي الصح ولا كان نحوس عليهم وما اهلهم والله ما عرفت. هذه هي. انت عندك ضحايا في تاع رمكه؟ كاين عندي ضحايا. شحال؟ كاين خويا واخواتي زوج وخويا وبوي وابني. اييه احكي لي كيفاش
هذا كي وسيس طميت الله يرحمهم دفنهم. كي جيتي حضرتي؟ حضرت الدين تاعهم وربي يرحمهم. بوي واخواتي زوج وخويا عيال خويا خاوتي وولاد خويا زوج ماتوا الله يرحمهم. هما 9 في الدار. قاعد ذبحوهم؟ قاعد ذبحوهم. شحال سمعتي الخبر رجعتي شحال؟ رجعت في ليلتي جيت ليهم في دقيقتي جيت ليه. مساكن دفنوه. شفتيهم دفنوه ما تلاقيتش بيهم؟ تلاقيت بهم ستهم دفنوه. خواتي قلت لك زوج وخويا 3 ولاد وزوج وبوي وابني وعيال بوي. هذا كاع في دار واحدة. في رمضان؟ كاع في ليلة رمضان ليلة راس رمضان. سمعتي خبر كيش صرا لي ها شوكيت وهبلت قبط الطريق ما داري موش نعرف لا داري لا ولادي لا وليد قبض الطريق وخلاص كما المبول. كي مضرارة من الداخل؟ ما هو مضرارة كي نموت ما نهدرش كاع عليه. ما تجيش؟ شغل حياتي من اليوم ماتوا قدامي. شغل ماتوا اليوم قدامي. ربي يرحمهم ما عندي والو باقي ربي ورحمته. كاش. وقلت تاعك شحال كان عندك ما شتيش قبل ما يموت؟ ولا وليدي نروح لي ونشوفه كل سمانة نشوفه. خليته عند بوي. هني يقول له هني علي. مات شحال في عمره؟ في عمره 10 سنين. صغير طفل. كان طفل صغير ما كانش يقرا مسكين. ماتوا مساكين الله يرحمهم. ما تقدرش تنسى هذيك الحادثة؟ ما ننساهاش إلى الموت. تفكريها مرة على مرة؟ مرة نتفكر ممكن نتفكر نروح المقبرة. خاطرش ما عندي تا والو. عندي هذا وهذاك ولد عمتي ولا ولاد عمتي نروح ليهم. هما الفاميليا الأخرى تاع صحراوي تاع أبو سالية. كاش. ولا هذا راجل هذا مطلي فيها الحمد لله يا رب. ماهوش مفرط فيا معوضني على والديا. ولا هذو دارت خويا هذا نجي ليه واحد اخر من عمتي واحد اخر نروح ليه. هذا ما كان ولا كنت وحش متوحش هكا كنت نفكر لما يكون نصيب عيد ما يجي هكا مناسبة ما يجي يكون نصيب حتى حاجة ما تجي يكون نصيب ما هكاش. مازالت الحادثة فيك نصيب قعدت هذه المناسبات كاع ما يجوش كي نتفكروا نتوحش نروحوا للمقبرة. تجي لهنا نروح للمقبرة تاع الولي تاع الرمقية نجي للمقبرة. نروح لذوك القبور ونروح هكا ذاك القبر نحس بلي بويا راه مازال حي. وذوك متعذرة في هذيك الحياة ما ننساهمش. ولدي معاه مسكين خليته صغير. بويا خواتاتي زوج خويا عيال خويا ولادو زوج غير بويي فخيمة كاملة قعدت على خدني واحد ربي يرحمه. واللي دار ما نسمحلوش قد ومة القيام. قال لي خلالي دار بويي ما نسمحلوش قد ومة القيام. هذيك الليلة هربنا بتنا بتنا مغبنا كنا في رمضان ما كنا ما سحرنا هربنا بلا فطور بتنا في الجبل بتنا برا. وهربت كاع مع عندي زوج ولاد هربت معاهم صغيرين. هابنا كي جينا هنايا شوفي قبالك راه صارينا ما عندنا وين نروحوا ما عندنا وين نرجعوا ما عندي. عندي عائلتي عندي خوت الراجل وزوج وحده ماتت ولادها ماتوا كاع ولادها وحده ماتت بها براجلها وبها بولادها. هابنا وحمايه وحده وقاعد حيضر وكذا بحينه او في الدار ما ذبحوش وحنا كراه صارينا دروك هذه هي. لا راه حي هكا كيتعاقب. من بختها. شحال في عمرك الحاجه ماكش عارفه؟ انا راني عارفه احكي لي على الليله تي منين الدوار تاعك؟ هاي من نجي من انا هنا في عائل كبيره هنا في بزاج على حاشيه الكبل ونجون الحكومه قلب عليهم. بصح الدوار تاعك وين صرات الحكايه احكي لي. هي هنا في دوار هنا في عائل كبيره في الخرالبه. هي اييه احكي لي ديك الليله واش صراكم؟ اش صرا لنا متنا كل واحد بيت ميت حتى بال الحال حنا ميوته من الخلعه بنتنا موته من الخلعه بنتنا موته ما بنيش حيين. اييه على 4 أيام ولا 5 ما حيينا. ايه كان
وانا شتي هذا كان كيسطو هاك. الصيف كان الشتاء كان شش انا كي جيت من عدم حاوزني اللي جابوه في اللوطو حاوزني وما راحوا كاع اللي باقيين يلحقوا. رجعت الاخرين وانا نسيبهم طايحين راهو ما الخلع ما الخلع ما خلعتهم بعد طاحت. ايه رانا نخلصوا رانا نخلصوا. كنتي صايمه ديك الليله الحاجه؟ يا ودي شا رحنا صايمين بس نهار رمضان. نهار رمضان صارت لنا هذه الحاجه. راكي عاقله عليها؟ يا حي يا حي يا باقي يقول نهار رمضان الليل والله ما بقوا كاع ننام راحوا صايمين. مات ما راحوا صايمين. صح وصايمين. بنا شحال عندك من بناتك ولادك؟ 8 وحده و8 وحده وبنت اختي 10 والاخرين كاع ابن عمي كاع يهلي كاع ابن عمي كاع اللي ماتوا. كاع راكي عاقله على الليله هذيك الحاجه؟ يا حوج يا حوج كان شوف عيني غيروا البحر وانا نبكي حتى عييت. كيفهم؟ والله نفهم مساكين حتى الليله هما متفين وقاعدين وهادو مسامي. يا ودي مانيش معاهم عرفت من حاجه هداكم ذبحوه في الليل والله ما يجي كاع هنا. كنتي حاضره كي ذبحوا ولدك هذا؟ يا وانا كنت حاضره اللي حتى نخليه هو يقعد وانا نقعد كنت مت معاه. إيه؟ يا وانا كاع مانيش حاضره معاه. كي ذبحوه؟ هي هذا ابنك كبير؟ لا ده صغير ما ولا كبير لا ولا ده صغير خيل. ده صغير خيل. ذبحوه. اروح حتى هنا حدا الحج اروح حتى الحج. وانا كنت بالدنيا الهمجات الحياة الدنيا هكا همجات هذه اشتدت تنام موت. اروح من حدا امك اروح هي قلت لك والو كاع. راك عاقل كي ذبحوه؟ راك عاقل كي ذبحوه؟ شي يعقل؟ وين نشتكي لهم نشتكي لهم يديه باك يعاونوني. هذا وريت شوف تاخذوني عيد كيما نزف عليه ما يتماد. وين يعقل مسكين؟ قلت له هاجو لا عجبوني. وين يعقل مسكين؟ يا تجبني في مهن زاد عجبني ولا عجبني. ما ذبحوك؟ راك عاقل؟ هو يا ما نعقلش هو نعقلش هو نديك اللي ما عقل كيف بوني ما عقلش حتى الصباح. بتقعد حتى الصباح؟ هيا جرحوني اللي جرحوني داوها وراحوا ما طقتش عليهم؟ لا ما طقتش عليهم كانوا باه ذبحك باه؟ ربي بالشاقو كيف باه بالشاقو؟ والله بالشاقو ما فطنت الشاقو ما فطنت بيه حتى الصباح رحت هزوني الصباح. راك عاقل عليهم؟ راحوني كاع هذا اللي من بركو كاع راحوا جاو يخبروني وراحوا فناو وراحوا كاع فناو. الحاجه كنت تقضيهم دروك هذا اللي يضربوا بالشاقو شا ديري له؟ راهو يديروا لي خليه. كون شتيهم بصح كون شتيهم يذبحوا فيه كي ديري لهم؟ لا يا كون شتهم ياك راني مجاح داك راه يصور والله يا كون شتهم رانا نموت معاهم. هاو يذبحوني مع ولادي بالحق ما شتوش. هذا شتو كي جات الخيمه شتو والاخرين كاع ما شتوش حتى كي جاو العسكر ضربوك تاني للراس. ضربوني كي جاو كي تشتكي ويسلكوها سوا. تساؤلات لا زالت راسخة وكالعادة ما إن يلتقي المواطن البسيط بالصحف حتى تسقط جملة من الشكاوي الخاصة به، ولعل أبرزها هي المنح التي كان يتقاضاها ضحايا الأهالي، لكن توقفت. من جهتنا حاولنا الاتصال بالمسؤول الأول عن الولاية والي الولاية ولكن اعتذر عن اللقاء. كنتم تعانيوا واليوم تا درك احكي لي وراك ساكن؟ راني ساكن هنا الحمد لله يا رب. عطاتكم الحمد لله بالدولة عطات لنا كلش ورانا ملاح. الضربة هذه تاع الضحايا كيحبسوا لنا خاصة من الخدمة كي راني الله غالب ماشي يكستوها. حبسوكم الخلصة تاع ولادك؟ بالدوميسان حبسوها. شحال كنت تخلص عليهم؟ 700 قل 20. في زوج؟ المرة تخلص على واحد وانا نخلص على واحد. 700 قل 20 700 قل 20. ما عطاونا لا ربي لا والو لا الدم تاعهم كيما يقولوا. وخلصوا بالشهر حتى اللي كما كل شيء قال لك هذاك حساب. تسمى دوكا بقى لك لا خوك لا اختك؟ والله لا كاين اخواتي في واحد زوج يسكنوا في واحد. حاجه كي تخلصي على ولدك؟ لا. شحال عندك ملي كتقول لك؟ شحال عندهم؟ ما خلصتيش بزاف؟ خلصوا لي 303. خلصتي عام ولا عامين؟ خلصت لا زيد من عام. ومن بعد كرهت الغيزان قال لي كملوا الواسمه تاع غيليزان تاع ضحيه تاع غيليزان طيبت غيليزان كي يروحوا يقولوا لي كملوا درهم بويا قالوا لي كاينين من الزوجه ما عطاهم لكش
قالوا لي الدراهم راهم هنا وما عطوهم لكش انت متزوجه. انت متزوجه؟ واه والدراهم بني ودق العوم لي. ودراهم بني ودق العوم لي، يقلعوهم لي ما يعطونيش ضرب، قعدت نجري عليهم وقالوا لي كملوا. كي كملوا مانيش عارف كيف كملوا. كي حابه تهدعني اذا كان عندك حق تديه. اي نحوس الا عندي حق نديه ولا ما عنديش حق. قلت له انا نحوس ولا عندي حق بالدوله نديه ولا ما عنديش حق، يقول لي ما عندكش حق. هكا راني نحوس. وماتوا الله يرحمه. واش تقولي لبلادنا وطننا؟ نقول الله يشد فيهم ومازال الجزائر كاينه. انا قلت ما كاش كاينه الحمد لله ومازالوا اخواتنا واخواتاتنا وربي يسترهم ويحفظهم ان شاء الله. واذا كاين حق هما يجيبوه لنا. انا ما عنديش في كتافي، انتم راكم في كتافي ومازالوا اخواتي ومازالوا ولادنا. هذا وليدي راكي انتي اختي ان شاء الله ربي يستركم ويحفظكم. وكي جات في السكاين هذو خاطر قبالك حود عطالهم وحود خلوه. ها شوفي هكا انتم هربتوا لهنا؟ حنا هربنا لهنايا درك حود عطاو لهم راهم باينين. وانا شوفي ذاك مع ولادي 8 اولاد ما صرت وين نبات، ما عندي دايره قشي برا صباحي برا وحضرتني البلديه ما بغاش تحت. شاف الدار الاول اللي كان هنا ما بغاش يشوني، المير ما بغاش يشوني. كل يوم غدوه كل يوم غدوه كل يوم يجي يكذب عليا غدوه كل يوم غدوه غدوه انت نشوفك غدوه هدي غدوه هدي غدوه هدي. خايف غير من الولي ولا الصحافه يفتشوا هنايا ويجوا يهضروا مع حشمان والو ما يحرش فيا. سكاين اصحاب السكاين اللي بانين ومع اللي 4 5 في الدار عاطين لهم زق على غالهم اليوم وانا يخزني. هذه هي الهضره هكا. ساعدوني يقولوا سيد الرئيس ساعدني 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 روح تشوف. هذه هي صوريت الباطل صار فينا الباطل. السيده هذه استفاد الزوج تاعها بطبيعه الحال كان عندها اشكال فقط في الوثائق او الملف على مستوى مديريه السكن، وراح ان شاء الله يكون في الاجتماع تاع الكوميتي التكنيك تاع لا ولايه وقد يعطوا لا ديسيسيون تاع الزوج تاعها وتستفاد كبقيه السكان. يعني هناك تاخر فقط في الاجراءات؟ مش الاجراءات وانما كانوا هم المشكله عندهم كانت ما عندهمش عقد الزواج، وبالتالي عند تحل الوضعيه في المحكمه كملوا الملف تاعهم والملف تاعهم اندرس على مستوى مديريه السكن وراه في الاجراءات فقط. يعني قضيه وقت. قضيه وقت طبعا. هذا راه قاعد هكا كي راكي متكفله بهم الحاجه. ايه اما كي تخصي عليهم؟ انا هو يعطيني والله ما نادي في الفمين تاع الكبر نعطيت قهوه وماشي نفعتني قهوه. وما عطاوكش الدعم؟ من عافت منها بني. اسكت ايه كيفاه؟ ما عطاوكش الدعم؟ ما عطاو لي حتى حاجه هاني. الدار ولا؟ الدار قالوا لي راهي هنا تحت وياها مهدومه ما بنوها ليش. خذي شبران والله قاعد راح علينا مس ما تنهدم علينا. اي تنهدم علينا مس ما خذيها لداخل. هذا ما لم يهدرش كاع. كان يهدر من قبل الحاجه. يا ودي كان يهدر لاباس. يا ودك 6 اشهر هو في التمثال. وخدام من خلطت لقوا هاد الحياه تحكى شو كي ندير لهم انا. كانت ابتسامة السكان وخصوصا الأطفال منهم غالبة على المشهد، فسألناهم عن سر العودة فأجابوا أنها المناطق التي عاشوا فيها منذ الصغر لم تغادرهم فكرة العودة إلى الديار منذ أن أجبرتهم أيادي الغدر على هجرانها، وخاصة أن أفراد الجيش الوطني الشعبي ساهرة ليل نهار على أمن وحراسة المنطقة. هذا ما بسط الأمن والأمان في المنطقة وشجعهم. ما زحت ما شفت والو ما شفت حي. من نهار اللي هربتي ما رجعتيش؟ من نهار اللي هربت ما رجعت، خفت ما نطيقش نرجع ما نطيقش نرجع ما نطيقش. انا قاعده غير هنايا ما عطاوليش. ما انا نتفكر حمتي اللي ماتوا واللي راه مذبوح هكا راه مغبون وقاعد يتقايس، راه قاعد في الدار يتقايس مسكين ومغبون صار فيه الباطل. امته كبيره مغبونه عندها واحد مرض من بكري. لو كان يخدموا لي بلا يخدموا ليها راهي محروقه سكتي كاع راهي طايحه ما كاينش شايفه راهي دار علينا الطايحه بصح هاي مهدومه هاي مهدومه واحده من النص واحده راهي مهدومه من النص. لو كان يخدموا لنا ويعاونونا حنا الحمد لله رانا بلادنا ما كاش انا نيفي حنايا الجزائر كاع نتداقوا في بعضنا بعض بصح على حدودنا ما نسمحوش. على حدودنا اللي مسنا في بلادنا جامي نسمحوا فيها جامي. السماح في البلاد عندنا نيفيين على البلاد والو نتداقوا
ولو في بعضنا نضربوا بالخدامه ولو نتعداو، بصح كي توشينا واحد الحدود نتاعنا ما نقبلوش اصلا، ما نقبلوش. في السواسان المغرب قال حد يدبوا الثلاث راي هكا في بوقادير، راح كي المكسي كي العريان كاع الشياب صدوا راحوا للحدود في 10 دقائق دينا 50 كيلومتر المغرب وجبناهم بهم برعاينهم بزوايلهم بحياتهم و7000 دينار يديهم. حنا بلادنا ما نسمحوش فيها. انا بطلت فرنسا، شكون اللي في ديك الساعه يبطل فرنسا ويجي هنا يدير مير؟ شكون في 94 انا كنت خدام في فرنسا اللي حقروك الحاج؟ هي عرفت باللي حقروني، وكي قالوا لي رجع رمكا رجعت نرقد على اللفظ والله لا ما يسيل تحت كرسي ولا ما دخلت على واحد. هاي يقول لك واحد الا دخل عليا ولا نحارب باللي عنده سلاح، اللي عنده سلاح يحارب فيا نحاربه، بصح ما مسيش الشعب هنا ما لقيته حتى واحد ما لقيته. حنا هاو درنا المهمه نتاعنا. الدار دوك نقدروا ندخلوا ليها؟ نروحوا نشوفوها، ماذا بينا تروحوا تشوفوها وتصوروها. انا نطلب الدوله تاع الجزائر، الدوله تاعنا تحمينا ان شاء الله، تحمينا. كي تحمي الواحد كي يولي يخرج هكذا. الجيش تاعنا ولا الجنود الخفاء اللي راهم يحميو في هذه البلاد، يا نقول بارك الله فيهم، والله يزيد ولا ينقص، والله يعاونهم والله يحفظهم. هكذا نطلب من رب العالمين يا ربي حتى تحفظهم. ليه كي يولوا هما يدوروا حنا نتونسوا، كي يولوا هنا يدوروا هنا يسيبونا هنا وما يهلكوناش نتونسوا بهم. ولكن الحمد لله من العمي خالدي هو أحد سكان دوار تجديد الذي هجره سنوات الإرهاب إلى منطقة الأحلاف، ترك مسكنه وفلاحته هاربا من أيادي الغدر التي كانت تقتل آنذاك. خالدي النكوة ما خالدي. أنت من هذه المنطقة؟ واحد هذا اسمه تجديد. هذا تجديد رجع لولاد دفلتن. تابع للرمكان. نعم. كنت تسكن لهنا؟ كنت نسكن لهنا. وين راك دروك؟ دوك راني نسكن في الأحلاف. وقتاش هاجرت منا؟ هاجرت هنايا في 96. 96 رحنا كانت القيرة، كان الهم الهول نغير يعني من جهة الإرهاب وكاع كل رحنا. هيا كي رحنا ريحنا غادي يعني قعدنا الدنيا قاعد تفركتت، كل واحد راح البلاد. كان اللي راحوا لشلف، كان اللي راحوا غليزان، كان اللي راحوا الوهرن، كان اللي راحوا ودريو، كان اللي راحوا لتيارت، كان اللي راحوا لفيالار. هيا تفركتنا نروح. حاضر في ديك المزارع تاع الرمكة؟ لا كنا هنا باسكو كنا هنا في المزار ديك تاع الرمكة. هذيك ثم كنا هنايا، بصح حنا ما لحقتناش، لحقوا منا الارهاب، فاتهم منا يعني ولاو يفوتوا منا الليل والنهار، نهارات. هيا ومن ثم غادي الحياه شفنا الحياه راح تخسر، مالا ولينا نخموا اللي بدراهمو رحل واللي ما عندوش كيما انايا قعد. وين قعدت انت؟ قعدنا هنا. قعدنا هنا حتى جاو لنا نروحوا الرمكة، قالوا لنا رحلوا ما تقعدوش، قالوا الحياه راح تخسر. هيا مالا رحلنا. هو اليوم قرر الرجوع إلى المنطقة لخدمة الأرض، خاصة أن الدولة قدمت لهم إعانات فلاحية ساعدتهم على خدمة الأرض. كي رحنا ولينا قعدنا وقال 4 سنين باه رجعنا هنا. وين رحت سكنت انت؟ سكنت في الأحلاف. عطاتكم الدولة ولا؟ لا أنا كان خويا يسكن تما، عنده سكنة عطاها لي، راني ساكن فيها دروك. سكنت فيها؟ واه. ودرك واش راك تجي دير لهنا؟ قلت لك هنا عندي فلاحة، عندي دالية، عندي كرمة، عندي الحرث. ها هو ثاني حرث يا مصدر نحرث هنا. ها هو الحرث. شحال عندك ملي خليت هذه البلاصة؟ هذه هنا اسم شحال باش رجعت ليها؟ 6 سنين. 6 سنين باش رجعت هنا. حتى 2008 وليت ندور هنا. وليت نجي هنا. لا بصح ما نجيش وحدي، وكان يجمع راهم من فوق ثاني يخدموا في الشجرة تاعهم. هيا ولي نجي معاهم. ولينا لا كاين الامن الحمد لله. كاين شركه راه تخدم في الطريق هنايا، واحد راه تخدم في الطراشيد، هذوك تاع الغابه ها من نهار والطراش خادمين، ها وين خادمين، جايبينهم من الارجم هكذا وخادمين حتى للنهار. هيا وقعدنا هنا راني نجيو كي راني متونسين بهم الحمد لله، راني متونسين بهم. لا ما كان والو ان شاء الله ما شفنا. ولادكم هم يقراو؟ ولادي راهم يقراو ولبس عليهم اللهم لك الحمد. احنا كنا اشتكينا ولا حاجه كنا عطاونا الدعم، هما عطاونا ديجا عطاونا البسانه. واحد هاروين وبنوا هاروين بن تاع الماء هذاك من هذوك يديروا موتورات ويعمروا. عطاونا 6 راهم هنا، واحد هنا وواحد راه في الدوار هذا اللي كان من هنا. الدولة عطاتكم؟ هي الدولة عطاتنا وبناه وقالوا لنا الا بغيت تخدموا الفلاحة خدموا. هنا الفلاحة تفلح تبيع ولا تخدم روحك؟ لا نخدموا رواحنا، نخدموا رواحنا بصح ندو نبيعوا. مثلا كي توجد العنبة نقلعوها وندوها للسواق نبيعوها.
هو رئيس مندوبية الرمكة سابقا. عمي بالطاهر أحد أبطال المنطقة التي تفتخر بهم الرمكة، وهو ابن دوار ولاد الجلالي. ترك ديار الغربة التي عاش فيها وعاد إلى الوطن سنوات التسعينات ليجد المنطقة تشتعل أنذاك. هذا لم يمنحه من الرحيل، بل عزم على البقاء ومكافحة الإرهاب من جذوره، حيث قتل 6 إرهابيين في ليلة واحدة، أحدهم أمير، وهو يحدثني تحس أنه يحكي وقائع جارت أمس. لم ينس أدق تفاصيلها، ولا زالت عالقة في ذهنه تفاصيل تلك الليلة. أنا كنت رئيس مندوبية هنا في بلدية الرمكة. نعم. وأصلي هنا من البلدية هذه تاع الرمكة. نعم. لكن الأصول نتاعنا من هنا، ومن بعد هدف الإرهاب. هدف الإرهاب بدا يقتل من يشاء، من صاب في الطريق، من صاب يتوحوا في الديار، يتوحوا على كل واحد مخله، وحتى البلديه تاع الرمكه. الارهابي اللي قتلته ارهابي 5 6 ارهاب قتلتهم هنايا، قتلناهم هنا انا وخويا. الامير نتاعهم مدى 40 مكحله من البلديه بالذات، من حوايط البلديه ومن وسط البلديه بالذات، بلديه الرمكه 40 مكحله زويجه، وراها عند الجدرميه مسجلينها في هذاك الوقت. كانوا يخوفونا، طاحوا الليل الاولى على الدار، قالوا قولوا يلقانا. ما لقيتهمش، هربت. زادوا يشدوها، تجاوز ليل الزوجه قال يعطينا 7 ملايين، راه دفع المكحله للطوغات ويعطينا 7 ملايين، وانا المكحله ما دفعتهاش. هما يحسبوا دفعتها وانا ما دفعناها. انا اخويا قاعد دفعوا سلاحهم هنايا، وانا ما اللي عطاوه الارهاب عطاوه، كاين اللي عطاه الارهاب، كاين اللي عطاه دفعوا للدوله. انا وخويا سلاحنا شديناه عندنا. نعم. انا وخويا سلاحنا شدينا عندنا. جاو السلاح تاعك ما دفعتوش؟ ما دفعناش اليومين هذا، انا وخويا عندنا زويجات ما دفعناهمش. إيه؟ كي جاو 30 اكتوبر 94 طاح الواد هذا حمل هذه الارض قاعد داها. كانت عندنا 76 شجره هنايا نتاع زيتون، نتاع واسمه نتاع بوعويد. هنا داها الواد في 30 اكتوبر 30 اكتوبر 94. هما صابوا هذيك الفرصه وبدا كاع ابيض الحيه، صابوا هذيك الفرصه قالوا لي لا نقبضوه، هو اخوه، خاطر كاع ما لقاوناش وما شافوناش. قال لي لا نقبضوه. جاو كي خلطوا عند الاخر. انا كنت قدام الباب هنا، تروح كان نحطب قدام الدار. هذيك الدار فيها رصاص من كل نوع، من كل نوع لها رصاص فيها، وراهي محروقه منها، راه طايحه واحده، راه طايحه خابطه في الارض. نعم. واحده راهي هابطه في الارض. جاو صابوني قدامهم، جاو من عند هذا مول السكنه هنا، وراهو عند مول السكنه هذيك. ومن بعد الواد جاو قطعوا الطريق، نعتوا لهم الطريق، جاو عليا. كي جاو منين سقط على الحيط، ركب مع الحيط ورايح باغي ينقز، يطبطب ومن بعد ركب مع الحيط وجاي سقر. شعلنا معاه طاح، وزادوا الاخرين مريتين بالكاميو هنايا فاني شعلنا عليهم. 6 طاحوا هنا، 5 طاحوا هنا بالواد، والعامير طاح خزناه، وهذو 6 لحقوا. جاو الرانفور تاعهم من بعد. جاء صوب على واحد الطريق هنا على الطرف، هي الغرسه منا على الطرف. كي تفوتوا كانت القبه هذه راهي الغرسه، واحد الطريق جاو من الجبل منا. كي خلطوا هنا، كي خلطوا نسمع فيهم انا ولد خويا، وحنا خذينا منا وقلنا نروحوا نجيبوا وهذا عنده دوسانكات معروف، قلنا نروحوا في الدوسانكات البلديه نجيبوها. ما حركنا لا كاميواتنا لا والو، بقاو هكاك نروحوا نعلموا. وهما طلوا في تويوتا، جاو منا من جهه الحمام، وجاو هابطوا. هي طريق تسيبوها مغرسه من القنطره هذه، غادي كي تروحوا اي واحد طريق مغرسه هذيك تجيب من الحمام. انا كنت انا ولد خويا في التهويده هذه من تاع الغابه في كسر هذاك. هما طلوا وهما مرقوا 3 نتاع ارهاب اللي بقاو هربوا باللوطو، هربوا بالخ. مرقوا 3 من اللي طاحوا علينا، مرقوا من عند هذا، بصح ما عرفتهم لا كانوا عنده داخل ولا عند اليمين. الحوش اليمين كانوا كاشين الظلمه، ماشي ما قداو لا ضوء لا والو، بالك هربوا من الرصاص. خاطر احنا قرصنا ليه، قرصنا تبعناهم، ما وخرناش. من بعد ماتوا. من بعد هذوك 3 كي شافوا الطيوطه هبطت من هي فيها الرانفور تاعهم، جاوا معاهم باشي وطيوطه صفراء، جاوا معمرين ارهاب.
وانا شت هذو مارقين انا في الرقاب قلت نضربوهم ولد خويا صغير معايا قلت نضربوهم نموتوا دروك لا خليهم يلقاو بعضهم بعض منين خلطوا لهم احنا في الرقاب فوقهم في الغابه ليه منين خلطوا لهم في الغابه كلاتها النار برك كانت غابه كبيره حتى الصيلال هذاك اللي خويا طلع من هي وانا كنت منا تفركتنا هو ما قبضني وانا ما قبضته منين خلطوا مرقوا هذوك ثلاثه عند الزيتونه هنا في الطريق منين خلطوا لهم احنا كنا فوقهم نصنتوا يفهم في الشعب على حدهم قال له وين؟ قال له زيدوا لقدام منين بداو في السهو هنا نزلوا وبداو يشيلوا تير باراج كاع الذخيره اللي عندهم جايين يرشوا في الارض عندك خويا انا ولد خويا شطب يتيح على ربي راهو عالم علينا الله شطب ينحسك يتيح على عينينا على ريصنا وجاو من فمهم هما يطيروا منين خلطوا هنا ريتاو التيوطات والهيه والباشي ريتاوها هنا وانا طلعت خرجت لها هذيك الركبه لهيه بعدوك ما صاو النيران ومرقوا في القش مرقوا القش في فاليزه نخدم في فرنسا بالك واحد 60 فاليزه داو لي كوستيماتي داو لي حياتي داو الدراهم داو الذهب لو كان نجيب لك ليستاج تاع الداو ومسجلين الدرك هما اللي جاوا البومبيه راه عندي ليستا كبيره ماهوش غير ثم لا سجلوا قرصوا حرقوا الكراج هذا منا راه كراج كبير هنا راه من ورا الدار هذيك فيه الكامل وفيه الاخر راه محروق هنايا الدار هذيك راه فيها كل الرصاص الذخيره والدار الاخرى فاني الباب نتاعها ومن بعد تفاجات الدعوه ضربنا احنا وياهم من 9 حتى 9:30 فيهم 6 موتى والامير نتاعهم وكي جا الرانفور هربنا والصباح جاو الجدرميه الامير هذاك سحبناه صبنا في جيبو ليستا والدراهم من عند من داي كاع كل داير 40 مكحله اللي دايرها ليستا اللي دايرها ومجرد 40 مكحله يديها من شقل جبل من دوار الخرار الثاني مسجله كاع داوها الجدرميه معاهم وراه مازال الاخير نتاعو راه الراس نتاعو اللوفه نتاعو الفطور عندي عندي الامير وكي داو الجدرميه جاو للصباح حنا تفركتنا هربنا ما كان والو انت منا هربت هربنا الدراري خذوا الواد منا وراحوا والنساء راحوا في الغابه صبحوا في الغابه للبرد حنايا نقابروا كي نسيبوهم ما لقيناهم صرا اللي صرا ذاك حرقوا كلش واللي مات منهم مات حنا ما صرنا والو الحمد لله ما متناش بصح صوالحنا ووطننا وكل شيء حرقوه دوار هذا واسمه الحاج سموه دوار ولاد جلالي حنا نسموه دوار ولاد جلالي هنا ومن بعد الصباح جاو الجدرميه حنا سحبنا هذاك الامير سحبناه ديناه خزناه في الواد من هنا كي جاو الجدرميه ورينا لهم الاخر والمكحله نتاعو اللي معاه داو هو ومكحلته والاخرين الموتى داوهم الارهاب اللي ماتوا في الليل كي جاو هما داوهم 5 داوهم الارهاب داوهم منا بصح غير الامير اللي داوهم داو طرحوا في البلديه الناس ترقب فما كثر خيرهم لاقوا بنا في البلديه وكلونا شربونا جابوا لنا كاع هذا بعد بويو حبيبي كيف عاونونا كاع ما هابوناش كاين منهم اللي نكرونا وكاين منهم اللي بغاونا وكاين اللي البيدو نتاع البن بايت عنده الدهمن عندي في الليل والكسره والله البيدو نتاع البن بايت عنده والله ما جا شافني. وفاة زوجته التي لم يراها باقية عالقا في ذهنه لكن حب الوطن كان أولى من حب الزوجة آنذاك. بعد اللي ما بقيتش في الرمكة جا الرانفور 8 أيام باه داونا الجدرمية على مستوى ولاية غليزان وكان بطيون تاع جيش في غليزان وراه السبيطار دروك وراه تحت السبيطار جاو باه رحلونا 8 أيام باه لحقوا لنا في البلدية التحتانية رحلونا غليزان. من غليزان مشات القضية ما شرطوا فيا قال لك ترجع دير لنا ذاك في مير وجابوني بالفرصة ما جوش الآخر ولا ما عندي وين نرقد سكتي محروقة نرقد غير مع حراس البلدي ولا مع الجيش وخاصة نمشي مع الجيش ولا حراس البلدي ولا الدرك ولا الدرك هذو ما ناكل عندهم نرقد معاهم حتى اللي فرات القضية وداروا مير. أنا يديت سلاحي وروحت نخدم في غليزان وهما داروا مير الله يسهل عليهم. ماتت المرأة بلا بيا والله وخلا 4 دراري والله ما شفتها كنت خدام هنايا ومباتوا
ليله الفوت نتاع زروال علقوا المناشير ما تفوتوش اصلا، ما تفوتوش. كل باب فيه في الورقي ربعه. على 12 نتاع الليل قلعناهم كاع من قدام البيبان نجروا. كان واحد الكوماندات كوباني نتاع الجيش جديد قال لي انت قعد لي قلت يقول لك تنامين. قلت انا نحوس على الموت. هزوا لي طاحوا على الشعب نتاعنا هنايا ولصقوا لهم في البيبان على 12 تاع الليل، داروا لنا مينات. واحد البطوات راهم الباب نتاع سيدي محمد شريف كي ندرقوا على طلي من البلديه تدرقي غادي على البلديه الباب تاع سيدي محمد شريف. واحد البطوات تاع حديدهم على اليمين تحت ري 6 حسكوهم خلاونا الضو ليله الفوت نتاع زروال، خلاونا الضو ولا حتى حي. تما قعدت لهنا الحاج حتى اللي توفت الزوجه تاعك؟ توفات وحتى اللي داروا المير الجديد في 77. كي داروا المير الجديد في 97 خلفت المجزرة عدة مشاكل ومآسي ولعل الريفي، مما جعل الدولة تضع في أولوياتها ضرورة إسكان النازحين، مما جعلها تسطر برنامجا استعجالي 46 مسكن و150 مسكن مع إعانات لبناء سكنات ريفية. واستفادت المنطقة من مشاريع تنموية ضمن الإنعاش الاقتصادي والاستعجالي، وهذا بفك العزلة عن المنطقة وشق الطرقات وتوفير النقل وربط هذه المناطق بالماء والغاز. وهذا ما شجع العديد من العائلات على العودة إلى مسقط رأسها. لكن المشكل الوحيد الذي تعاني منه هذه العائلات وخاصة الشباب منهم هو انعدام فرص العمل بها. ويرجع السبب إلى أن نسبة 90% من الأراضي تعتبر فلاحية ملكا للخواص، مما يصعب إنجاز مؤسسات اقتصادية ومصانع تحتوي الشباب. اليوم بفضل الرجال بفضل الدولة تحسنت الأمور، وخاصة الجهات الأمنية الجيش الوطني الشعبي، وكذا التفات الدولة على رأسها فخامة رئيس الجمهورية جسدت العديد من المشاريع الهامة في المنطقة، لعل من أهمها غزل المدينة وكذا التهيئة وكذا شق الطرقات في كل الدواوير وغيرها. وبالتالي التنمية بلغت مستواها في حالة جيدة. طبعا شحال هي الكثافة السكانية الآن؟ الكثافة السكانية 5139 نسمة. متقسمة على لا، في البلدية رمكة فقط. رمكة فقط. يعني واش تقدر تقول يعني الأماكن الترفيهية للشباب، هل يعني الدولة عطات الأهمية هذا الجانب؟ بطبيعة الحال استفادت البلدية مؤخرا من قاعة متعددة الرياضات هي في طور الإنجاز أو في طور الإنجاز أو نهاية الإنجاز. أيضا المسبح الرياضي أو نصف أولمبي تراوحت الأشغال فيه أكثر من 99%. شهر أو شهرين قد يستلموا هذا المشروع، وبالتالي يكون هو متنفس للشباب المنطقة. يعني واش تقدر تقول على التكفل بالعائلات اللي كانت يعني مسها الإرهاب؟ العائلات بطبيعة الحال الدولة في الوقت أو آنذاك وفرت لهم السكن، خاصة في حي 46 سكن. كانت سكنات طبيعة الحال متوسطة الحال، بعدها استفادوا من سكنات ريفية بنيت في المكان نفسه. بقيت فقط يعانوا من البطالة وبعض المشاكل الأخرى، أما السكن في المشكلة انحلت. ويبقى سكان الرمكة صامدون رغم كل آلامهم، يسعون إلى إلمام جروحهم والحلم بغد أحسن، وتبقى الجزائر فوق كل شيء وفوق كل اعتبار. فيما يخص الإمكانيات اللي سخرتها الدولة لا بأس بها، ولكن تحتاج إلى أيضا التفات أخرى في مختلف الجوانب الأخرى، خاصة الطرقات، طريق الرابط بين بلدية الرمكة وتيسيم سيلت، وبعض الأمور الترفيهية كدار الشباب أو مركز ثقافي. البنية التحتية ممتازة بطبيعة الحال. الله بلادنا هي بلادنا، وباصي في بلادنا، فهمتي؟ الله يرجع ربي يحفظ بلادنا ويخلينا في بلادنا. هذا ما نقول، والله يرحم الشهداء والله يخلينا لبعضنا، واللي فيه الخير الله يجيبوا لهذه البلاد. هذا نقول اختي كيما صعيبة ما تقدرش تخلي بلادك. ما تقدرش تخلي بلادك. ما نجمش. ما نجمش. لا ما نجموش نخلوا لوطننا، بلادنا هي بلادنا. ما نجموش تسمع كي نسمحوا في بلادنا تسمع نسمحوا في والدينا.
هنا يرقد المئات من ضحايا مجزرة الرمكة، ما يسعنا اليوم إن أن ندعو لهم أن يتغمدهم الله وأن يسكنهم فسيح جناته، إن لله وإنا إليه راجعون. يقال تولد من رحم الأزمات الرجال، والرمكة أنجبت رجال وهم اليوم واقفون وصامدون. وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج بعيون الجزائرية، والذي كان مخصصا إلى الرمكة وعودة الحياة إليها. إلى أن نلتقي في أعداد مقبلة بحول الله، دمتم أوفياء لنا. إلى اللقاء.